كاين ناس يجيك يحكي لك والله غير يخص غير يدير الخمار، تحس باللي ما راهي تهضر. مجمل المشاكل هنيت لي ما هنيتليش، جيت لا ديال ما جانيش وانا جيتو، درت له سيرفيس تاع القهوه، دار لي سيرفيس تاع المعجون، وانا عيطت له كي جابوا لي دو الباك، هو ما عيط ليش كي خرجت مرتي من لا كلينيك ورانا ندور. على بالك كاين واحد الرجال شغل رافاي يدخل زعما الشومبرا وتصوني ويخرج للصالون يبدا يصوني ويعاود يولي، زعما تريق ليه ساعه يداو الساعه ويعاود يولي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي يهودية، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدها تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت حفصة شكون؟ بنت عمر بن الخطاب، زوجة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عني يا ابنة اليهودي، يا بنت اليهودية خلاص. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى، حديث أخرجه الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الآن؟ لم يدخل في الخلافات النسائية، قالت له راهم يقولوا عليا هكذا وهكذا، قالها قولي لهم هكذا وهكذا خلاص غير مغلوب. علاش تدخل في القيل وقال؟ لماذا ندخل الآن في الخلافات النسائية؟ يماك كاين ناس يجيك يحكي لك والله غير يخص غير يدير الخمار، تحس باللي ما راهي تهضر. تما والدينا كانوا يحكوا باللي رانا دوك الان هاي الله يبارك المسجد، لو كان نكونوا صراحه شكون يقدر يقول لي دوك اللي ما عندوش مشاكل زعما مع اخته مع خوه مع ولاد عم، كاع معظم العائلات دوك تعاني من القطيعه. هاي نحكوا الاسباب، هاي يجيبوا الورق وكل واحد يكتب. والله مجمل المشاكل هنيت لي ما هنيتليش، جيت لا ديال ما جانيش وانا جيتو، درت له سيرفيس تاع القهوه، دار لي سيرفيس تاع المعجون، وانا عيطت له كي جابوا لي دو الباك، هو ما عيط ليش كي خرجت مرتي من لا كلينيك ورانا ندورو والقطيعه ورانا بعاد. وين يا صاحبي وين خرجوا من الخلافات النسائيه. خوك اللي تربيت معاه واختك اللي تربيت معاها تقطع رحمك وتصاب باللعنه، يعني تصاب بغضب من الله بأجل أسباب تافهة. واو قدوتنا يا سيدي. هاي نعرف ندخلوا الواقع تاعنا، هاي نطبقوا هذا الحديث على واقعنا. دخلت مرتك قالت لك على بالك كاين واحد الرجال شغل رافاي يدخل زعما الشومبرا وتصوني ويخرج للصالون يبدا يصوني ويعاود يولي، زعما تريق ليه ساعه يداو الساعه ويعاود يولي، يقول لها خلاص انا درت كاع واش قلتي لي ويقرا في الورقه. فقال دخلت انت الزوجه ديالك قالت لك ام قالوا عليا بلي ما نعرفش نطيب، قولي لهم بلي انت رمضان كامل وانت تطيبين، وكانوا ياكلوا ويزيدوا وخرج منها، ماشي ندخل عند اختي اسمع كيفاش تقولوا عليها ما تعرفش تطيب، يديروا لك هكذا وتولي تحوس على الكرا ومن بعد